السلام عليكم. اليوم إن شاء الله حلقتنا حلقة جديدة، وإن شاء الله حنتكلم فيها عن كم تدوم مدة تعطيش المحاصيل. فطبعا قبل بداية حلقتنا أتمنى تعمل اشتراك القناة ولايك إذا عجبكم الفيديو وتشاهدوا معنا الحلقة للنهاية. طبعا أول حاجة خلينا نتكلم عن التعطيش وما معنى التعطيش. طبعا التعطيش هو عبارة إنه إحنا نتوقف عن ري المزروعات أو النباتات لمدة تصل إلى أسبوعين أو ثلاثة، طبعا على حسب حالة المكان وحالة النبات هل بيتحمل العطش أم لا. وطبعا التعطيش عنده فترات محددة. طبعا التعطيش يكون بعد أسبوعين أو بعد 14 يوم من الزراعة لازم يتم تعطيش المزروعات، طبعا لتسريع النمو وكذلك لإعطاء الأزهار. طبعا التعطيش بيختلف لنبات إلى آخر، مثل ما تكلمت إنه الفول بيحتاج للتعطيش بعد تقريبا شهر، لأنه طبعا ممنوع إنه إحنا نعطش الفول لما يكون صغير، لأنه الأزهار حتأثر على نمو النبات أو الفول، عكس طبعا المحاصيل الصيفية مثل الفلفل والطماطم وكذلك الباذنجان والخيار والمحاصيل الأخرى. طبعا السؤال المطروح هو كم تدوم مدة التعطيش؟ نتكلم عن المدة اللي بيحتاجها النبات أو اللي حيتم تعطيش فيها النبات. طبعا بالنسبة للمحاصيل الشتوية بصفة عامة لازم يتم تعطيش النبات ل10 أيام كأقصى حد، يعني لازم نترك النبات 10 أيام كاملة بدون ولا قطرة ماء. لو حابب تعرف النتيجة أو تلاقي النتيجة لازم تعطش النبات أكثر من 10 أيام، لأنه طبعا ممنوع إنه إحنا نعطش النبات 5 أيام وبعدها ما نلاقيش نتيجة. الناس بتظن إنه المشكلة فينا إحنا، ولكن راجع نفسك وحاول إنك تعطش النبات قدر المستطاع، وطبعا حتى النتيجة تكون صحيحة. وطبعا كل ما عطشت النبات لأكثر من 10 أيام كان طبعا ممتاز جدا للنبات، ولكن حاول إنه إحنا نخلي النبات يكون سليم. طبعا لو صار ذبول على النبات فالنبات هذا ما بيحتملش توقف عن الماء أو التعطيش، فحاول إنك تروي النبات. ولكن لو مرت 10 أيام ولقيت إنه النبات سليم حاول إنك تزيد على الأقل 5 أيام، أو ممكن تزيد كذلك 10 أيام، فالمدة تكون 20 يوم تعطيش، وبعدها تبدأ بري الفول أو أي من المحاصيل، ولازم يكون الري بانتظام. طبعا المدة اللازمة هي 10 أيام، ولو حابب تزيد حاول إنك تزيد 5 أيام أو 10 أيام أخرى، يعني تكون حوالي 15 يوم أو 20 يوم كأقصى حد. طبعا في نهاية الحلقة أتمنى تكون عجبتكم وعرفتوا المدة اللازمة لتعطيش المحاصيل الشتوية. أتمنى الحلقة تكون عجبتكم. لو عندكم أي سؤال أتمنى تكتبوه أسفل التعليقات، وإن شاء الله ملتقانا في الحلقات المقبلة. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.